طلعتي حامل عاوزه تعرفي اول حاجه تعمليها، اول واهم حاجه تهدي، مفيش جري على الدكتور ولا تحاليل كتير في اول يوم. واول خطوه صح هنعملها ان احنا نبدا باقراص الفوليك اسيد والراحه النفسيه قبل اي حاجه. يعني مش لازم دكتور فورا؟ لا خالص، الا لو في الم شديد ونزيف مستمر، غير كده اسبوع او 2 مش هيأثروا في حاجه. طب التعب والنوم الكتير والغثيان هل ده طبيعي؟ طبيعي جدا جدا، ده جسمك بيتعرف على ضيف جديد، والتعب ده سببه هرمون الحمل وبيخف تدريجيا بعد اول 3 شهور في الحمل. طب لو مفيش اعراض خالص؟ برضه طبيعي، مش كل الحوامل لازم تتعب، كل جسم وليه طريقته. طب في اكل ممنوع؟ اصل اول ما بيعرفوا ان انا حامل بيقولوا لي كلي، انت بتاكلي عن اتنين. دي اشهر كدبه، انت تاكلي صح مش كتير، ونقلل قهوه وسكريات والاكل الجاهز، ونركز على الخضار والبروتين والميه كتير. طب والقرفه؟ القرفه طبيعيه، بس لو شديده ومخلياكي مش عارفه تاكلي خالص لازم نزور الدكتور. امتى بقى نقلق ونروح للدكتور فورا؟ لو حصل نزيف او الم شديد ومستمر او دوخه قويه او اغماء، غير كده اطمني، الحمل رحله مش سباق. تحبي تقولي ايه لكل مامي اول مره بتتفرج علينا؟ احب اقولك انت مش لوحدك، والخوف طبيعي واللخبطه طبيعيه، ومفيش ام مثاليه، في ام بتحاول. لو حابه تعرفي اكتر عن الحمل والتغذيه تابعوا قناه مامي اول مره، وما تنسيش اللايك واكتبي سؤالك في التعليق واعملي اشتراك عشان كل جديد يوصلك.